اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه تي تايم بودكاست. اذا كانت هذه اول مره تكتشفوا القناه ديالي فما تنساوش انكم تدعموني باشتراك في القناه، بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، كذلك بانكم ديروا لايك للفيديو، تشاركوه مع اصحابكم وتخليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتو تشاركوها معايا. دابا ندوزو باش نبداو البودكاست ديال اليوم. في الحلقه ديال اليوم بغيت نتكلم على علاقات الحب. بزاف منا اكيد غادي يكونوا دازوا من شي علاقة حب اللي ما نجحتش لسبب ما نجحتش، فبالتالي اكيد انهم من مورا ما كتسالي هذيك العلاقة كندخلوا واحد مرحلة او واحد فترة من الحزن، من الاكتئاب. شيء اللي هو طبيعي ملي كنكونوا في واحد العلاقة اللي صادقة وعلاقة اللي جدية، اللي كنا ناويين فيها المعقول، اللي كنا راسمين لها أحلام ومستقبل ونهاية مختلفة، ولكن لسبب ما الأمور ما كتنجحش والعلاقة كتفشل. فأكيد أنه غادي يكون واحد المشاعر سلبية من موراها، لحزن واكتئاب وبزاف ديال الأمور. في الحلقة ديال اليوم ولا في البودكاست ديال اليوم بغيت نوجه هاد النصائح هادو لأي شخص كيعيش فراق أو لا كيدوز من هذيك الفترة اللي كتبع نهاية العلاقة. وهاد النصائح هادو الهدف منهم هما أنهم يعاونوا هاد الشخص باش يدوز هاد الفترة هادي اللي كيكون فيها اللي كتكون تعتبر كأنها أزمة عاطفية. فالنصائح بغيت نوجهها باش نساعد أي شخص كيعاني من نهاية علاقة الحب ديالو أو فشل هذه العلاقة هذه، باش أنه يسترجع الشغف من جديد ويرجع إنسان طبيعي عادي، وعلاش لا يعاود يقلب على علاقة حب أخرى اللي تكون صالحة ليه كتر واللي تكون مناسبة ليه كتر. فنبدأ بأول نصيحة. إذا كنتي يلا خرجتي من علاقة حب اللي ما نجحتش لسبب ما، وكنزيد وكنأكد علاقة حب اللي تكون يعني جدية وصادقة واللي كنتي ناوي فيها المعقول وبزاف ديال الامور، ما كنتكلمش على العلاقات اللي هي علاقات سطحيه وعلاقات الهدف منها كان فقط هو تضييع الوقت او الاستمتاع، هادو ما كنتكلموش عليهم، كنتكلموا على العلاقات اللي هي صادقه. فاول نصيحه، ما تفكرش في الانتقام. اذا كانت هذه العلاقه هذه انتهت لان الشخص الاخر او الطرف الاخر اداك بطريقه ما، فما تفكرش في الانتقام. علاش؟ لانه ملي كتكون كتفكر بان هاد الشخص اداني، خصني حتى انا نرد ليه نفس الاذى ونفس الحاجه اللي دارت لي خصني نعاود نردها له، كتولي عايش في واحد الضغط رهيب، كتولي مختصر الحياه ديالك كامله في حدث واحد، هو انا عايش باش ننتقم من هذاك الشخص. فكتولي كتنسى كل شيء، كتنسى قرايتك، كتنسى خدمتك، كتنسى الأسرة ديالك، كتنسى الأهداف ديالك، الأحلام ديالك، كتنسى الأمور كاملة وحياتك كاملة، وكتولي مركز غير في شنو ندير باش نأذي هذاك الشخص. والعقل ديالك كيبدا غير كيفكر وكيصنع وكيخطط سيناريوهات ديال شنو ندير لهذا الشخص، اش ندير له فحال هكا، ندير له فحال هكا، ندير له فحال هكا، وكتولي مقابل غير هذا الانتقام هذا. وفحال الا كدير بوز لحياتك كامله وكتخليها ستاند باي، وكتولي معيش راسك في واحد الضغط رهيب. زائد انه ملي كتكون كتفكر في الانتقام، فالعقل ديالك كيولي مركز غير على الامور الخايبه اللي دارها هذاك الشريك، اللي اداتك واللي جرحاتك واللي ما عجباتكش. فبالتالي الضغط النفسي اللي كتكون فيه كيكون صعيب وصعيب بزاف. فلا، العلاقة انتهت، كل واحد فينا مشى في طريق، صافي نسى الانتقام، ما عنده باش يفيدني. لنفرض انني مشيت وانتقمت من هذا الشخص، غنفرح وغنضحك نهار يومين وغنسى، وحتى حاجه ما غتغير.
لا العلاقة ديالي غادا ترجع كيف ما كانت، ولا حياتي غادا تبدل بطريقة ما، فحتى حاجة ما غتغير. فبالتالي الانتقام ما عنده حتى شي معنى، وما عنده حتى شي داعي اصلا. فلا، نسى عليه الانتقام ونعيش حياتي كما يجب. النصيحة الثانية: إلى انتهت علاقة الحب خصني نقطع التواصل ديالي مع الشريك السابق تماما، لأنه كل فرصة أو كل محاولة باش أنني نتواصل معاه غير ما كتزيد تقصحني، وما كتزيد الألم اللي أنا كنحس به. وكل فرصة كنعطيها للشريك الآخر باش أنه يتواصل معايا، ربما هي فرصة كنعطيها له باش يزيد يأذيني كتر. لو أن هاد العلاقة هذه كانت صالحة، لو أنها كانت صحية، ما كانتش غادي تسالى وما كانتش غادي تنتهي بالفراق. ولكن بما أنها انتهت، فهذا كيرجع لأنه فيها شي خلل، فيها شي حاجة ماشي هي هذيك. فبالتالي لا يصح أنني لا أنا نتواصل مع الشريك ولا أنه نعطيه الفرصة يتواصل معايا. فخصني نقطع التواصل كاملا، خصني نقطع هذا التواصل كاملا. وملي كنقول نقطع التواصل مع الشريك السابق، ما كنعنيش غير أنني نتكلم معاه، ولكن خصني نحيد من بالي أي حاجة كتعلق به. يعني ما غنبقاش نهضر معاه ديزابيل، ما غنبقاش نصيفط ليه ميساجات، ما غنبقاش حاضيه في لي ريزو سوسيو، وكل مره كندخل نشوف واش تكونيكتا ولا لا، ها هو طالع اون لين، راه كاين، ها هو خرج، تكونيكتا حتى الجوج ديال الليل ومشى. ما نبقاش تابعو نشوف شنو كيبوستي، لحق راه بوسطه تصويره البارح، راه كاين في البلاصه الفلانيه، لحق راه دار لايك لهادي ولا دارت لايك لهذا. لا، العلاقه انتهت صافي. هاد الامور هادي ما بقاش عندي الحق انني نديرها، وما نبقاش نعد براسي بانني نديرها. العلاقه انتهت صافي، كل واحد يمشي في طريق، كل واحد يكمل في طريقه وصافي. خصني نشغل راسي بامور اخرى. وهنا غادا تجي النصيحه الثالثه، وهي أنني ضروري نشغل راسي بأهداف جديدة، ضروري أنني نهامك ونتشطن بحوايج جديدة، بأهداف جديدة. علاش؟ الدماغ ديالنا عزيز عليه الفراغ، ملي ما كيكون عنده ما يدار كيبدا يفكر في المشاكل. راه الدماغ خصك ديما تشغلو بشي حاجة، بمجرد ما كيلقى راسو جالس مسالي ما كيدير والو كيبدا يفكر: داك المشكل اللي طرا داك النهار، الهضره اللي قالت لك فلانه داك النهار، عقلتي شحال هذا فاش كنتي درتي. كيبدا يجبد لك كاع الامور السلبيه والخايبه اللي عشتيها في حياتك، ويبدا يناقشك فيها. وبحكم انك يلا خارج من واحد علاقه حب فاشله، فاكيد انه غيبدا يرجع لك الامور الخايبه كامله اللي وقعت في هذه العلاقه. فلا، باش ما تعطيش لدماغك الفرصه انه يبقى يعذبك بهاد الامور هذه كل نهار وكل ساعه، خصك تشغلو بشي حاجه جديده. ملي كنقولوا تشغلوا بحاجه جديده، راه تقدر تكون اي نشاط انك ديرو. تقدر تكون انك باغي تتعلم شي لغه جديده مثلا، باغي تمارس هوايه جديده او رياضه جديده، باغي تخرج تلاقى مع صحابك، تخرج تشوف الحياه، باغي تتعلم صنعه يدويه. راه اي حاجه من هاد الامور مزيانه وكتشغل الدماغ وكتعطيه حاجه جديده يبدا يفكر فيها، بدل هذوك الذكريات السيئه او بدل هذوك الامور السيئه اللي دازت في هذيك علاقه الحب. تقدر تحط لراسك اهداف جديده، يعني تقول انا دابا عندي الوقت، انا دابا مسالي، انا باغي نشغل راسي، انا باغي نهتم بحاجه اخرى، غنحط قدامي واحد الهدف باغي نخدم ليه ونوصل ليه. ايا كان هذا الهدف، سواء كان هدف غيأثر ديال حياتك الشخصيه او الهدف ديال حياتك العمليه، ايا كان هذا الهدف، المهم هي امور كتحطها قدامك وكتسعى ليها باش تشغل بها دماغك. النصيحه الرابعه هي ما تتجاهلش الالم اللي انت كتحس به، ولكن تقبله. بزاف ديال الناس ملي كيدوزوا من شي تجارب خايبه، وماشي بالضروره غير علاقه حب، كيتجاهلوا الالم ديالهم، وكيحاول انه فحال الا كيضمسوا، بحال راه ما وقع والو، راه ما كاينه حتى حاجه.
وكيبدا يبين انه انا راني عايش حياتي عادي وحتى حاجه ما مأثره عليا وانا ما مقلق من حتى حاجه وانا بخير وكل شيء هو هذاك. ولكن لا، الحزن خصو يتعاش كيف ما الفرحه كنعيشوها وكتنوض وتغوت وتشطح وهذا، الحزن حتى هو خصو يتعاش. خصني نعيش الحزن ديالي ولو يعني واحد المده اللي هي كافيه، ربما 3 ايام. كاين اللي كيقول لك 3 ايام انا كنحزن 3 ايام وصافي كنضمس كلشي. كاين اللي كيقول لك انا كنحزن سيمانه، على حسب الحدث. كاين اللي كيحزن مثلا شهر، كاين اللي كيحتاج المده اللي هي اطول. ولكن نحزن المده ديالي. عندي واحد المده نقولوا مثلا غنفترضوا ان هذه علاقه حب كانت دامت لسنوات، وانها كانت علاقه صادقه وطراو فيها مواقف اللي زوينه بزاف، فغنقولوا مثلا شهر. نحزن في هذاك الشهر ديالي. شنو بغيت ندير؟ باغي نسد على راسي، باغي نبكي، باغي نغوت، باغي نهز كتاب ونبقى نكتب المشاعر ديالي ونفرغ قلبي، ندير هاد الامور هادي كامله. وملي دوز هذاك الشهر صافي، المشاعر السلبيه كامله اللي كانت في الداخل ديالي خويتها وفرغتها، وانا دابا انسان جديد مستعد نبدا مرحله جديده في حياتي، خطوه جديده. فخصني نتقبل هذا الالم ديالي، خصني نتقبل بانه انا كندوز حاليا من واحد المرحله اللي صعيبه بزاف. انا واحد الانسان اللي حزين، انا واحد الانسان اللي عايش واحد الحدث اللي اثر فيا بزاف، قلقني، خلاني حزين، اكتئبت بسببه. هذه امور كامله انا كنعيشها وانا متقبلها. فخليني نعيش هذا الالم هذا، ومن بعد الموف اون غندوز لحاجه اخرى. ولكن ما نتجاهلش المشكله وما نهربش من هذه المشاعر. حيت ثق بيا، واخا اليوم كتكون ضامس على القضيه وكتقول لا انا عايش عادي ما حس بحتى حاجه، كون متاكد بانه غدوز واحد المده وغتنفجر ديك المشاعر كلها، غتخرج مضاعفه لانك حبستيها. فحال شي طنجره كتطبخ فوق البوطه وهذيك الصفاره ديالها سديتيها، منين غيخرج هذاك النفس اللي كيتجمع؟ ما عندوش منين يخرج. فانت ملي غتسد هذيك الدقيقه الاولى والثانيه والثالثه، راه غيبان لك بانه راه ما وقع والو، وكتقول لا صافي راه الامور تحت السيطره، حتى حاجه ما وقعت، كلشي بخير. ولكن راه دوز واحد 5 دقائق 10 دقائق وغتفرقع الكوكوط. فلا، ما عمرني ما نتجاهل المشاعر اللي انا كنحس بها، نخليها ديما تخرج، نعبر ديما على المشاعر ديالي ايا كانت، سواء كنتي راجله ولا كنتي امراه. احنا بشر، كل واحد من حقه انه يعبر عن المشاعر ديالو بالطريقه اللي بغا وبالطريقه اللي مناسبه ليه. النصيحه الخامسه هو احتفاظ بالذكريات الخايبه. خصك تحتفظ بالذكريات الخايبه، ما تعقلش غير على الحوايج الزوينين. وانا نقول لك علاش. ملي كدوز من واحد علاقه حب وكتفشل، خصك تبقى دائما عاقل على الامور الزوينه والخايبه اللي دازت في هذه العلاقه. بطبيعه الحال اكيد انه كانوا امور زوينه، ما غنكروش عاوتاني، كانوا مواقف زوينه ولحظات زوينه اللي عشتيها مع الطرف الاخر، اكيد دازت زوينه استمتعتي بها، صافي مشات. ولكن الا بقيتي مركز غير على الامور الزوينه في هذه العلاقه هذه، فغادي تنسى الاداء كامل اللي اداه لك هذاك الشخص، والذل كامل اللي خلاك تعيش، والامور كامله اللي داروا اللي جرحاتك. وغتولي فحال اذا كتقلب ليه على الاعذار وكتقول لا ولكن راه عشنا حوايج زوينين، وغتولي كتسامحوا لا اراديا، وغتولي عايش حياتك على امل ان العلاقه ديالكم ترجع. فلا، ما تنساش الامور الخايبه اللي هذاك الشخص دار، هي اللي غتخليك عاقل علاش هذيك علاقه الحب انتهت بالفراق من الاساس. فطون كنت عاقل وعارف بان هذا الشخص راه اداني، هذا الشخص راه هذا النهار دار هذه الحاجه، وهذا النهار دار هذه الحاجه، وراه دار هذه ودار هذه ودار هذه، وهذه المره انا قلت ليه ما ديرش هذه الحاجه ومشى دارها قاصد، وهذا النهار دار هذه الحاجه هذه وهضرت معاه وشرحت ليه بانه راه جرحاتني ومع ذلك ما تسوقش وما اهتمش ليا. هاد الامور هي اللي كتخليك مستوعب بان ديك العلاقه فعلا احسن مصير لها هو الفراق، لانها ما صالحاش لك. فدائما نعقلوا على الحوايج الزوينين ولكن نعقلوا كذلك على الحوايج الخايبين اللي وقعوا.
النصيحة السادسة والأخيرة هي ضروري أننا نفهموا ونتقبلوا فكرة أن الحب هو تجربة بحال أي تجربة أخرى كنعيشوها في الحياة. الحب هو ماشي شي حاجة اللي مفروغ منها، يعني أنني إلا كنت في علاقة حب مع واحد الشخص راه صافي ديك العلاقة راه غادي تنجح وغتصدق وكل شيء وغتمشي كيف ما أنا بغيت. لا، الحب هو تجربة. بزاف ديال الناس نجحات علاقتهم، ولكن بزاف ديال الناس ما نجحاتش علاقتهم وانتهت بالفشل وانتهت بالفراق لأسباب عديدة، سواء أنهم ما تفاهموش، سواء أنهم العائلات ديالهم ما تفاهموش، سواء أنهم لقاو مشاكل، الظروف ما كانتش مناسبهم، انتهت بخيانة أحد الطرفين، بمشاكل وقعات واتفقوا بجوج بهم أنه هذه العلاقة ما صالحاش ليهم بجوج ونهاوها بجوج. كاين بزاف ديال الأسباب. فالحب هو واحد تجربة، تقدر تنجح وتقدر تفشل. غير هو الافلام والسوشيال ميديا والامور كامله اللي دايره بينا زرعات فينا ديك الفكره ديال انه راه الحب شي حاجه اللي خياليه وشي حاجه اللي واو، راه دائما كينجح وراه دائما كيكون وردي وما فيهش المشاكل كيكون زوين. لا، الحب تجربه كأي تجربه في الحياه، كتقدر تفشل كتقدر تنجح، وحتى ملي كتنجح راه ما كتكونش دائما زوينه وكل شيء الامور فيها غدا مزيان، ولكن لا كيكونوا فيها مشاكل كذلك، كيكونوا فيها خلافات اللي الطرفين كيتدخلوا بجوج باش انهم يحلوا هاد الخلافات هادو باش علاقتهم تستمر. وصلنا لنهايه البودكاست. كنتمنى انه اي شخص كيعيش حاليا فراق من بعد علاقه حب ان هاد النصائح اللي قدمت اليوم تعاونوا باش يصبر وباش يزيد يقاوم وباش انه يتخطى هاد المرحله الصعبه هذه، وانه يسترجع حياه كيف ما كانت. وكنقول ليه خليك متمسك بالامل، لانه اكيد الشخص اللي لاقاك بالطرف الاول راه غادي يلاقيك بناس اخرين اللي ربما غتعيش معهم علاقه حب احسن ب1000 مرة من العلاقه اللي دزتي. وخاف هاد المرحله هذه كتكون كتقول بانه لا وما عمرني ما غنلقى شي شخص بحال هذاك وما عمر ما غنعيش علاقه بحال هكاك، ولكن ثق بيا بانه ممكن وممكن جدا تعيش علاقه تنسيك في العلاقات السابقه كامله، وعلاقه اللي تكون صحيه وسليمه ومبنيه على اسس كما خصها تكون. شكرا لانك تابعتي البودكاست ديالي حتى للاخر. الى عجبك ما تنساش انك دير ليه لايك وتشاركوا مع اصحابك يستافدوا حتى هما، وإلا كانت هذه اول مره تكتشفوا القناه ديالي فما تنساش انكم تدعموني باشتراك في القناه وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك عندكم تعليقات تخليوا لي فيهم او تشاركوا معي فيهم اي حاجه بغيتوا تقولوها ليا. شكرا بزاف، نتلاقاو في بودكاست ماجي وفي موضوع جديد ان شاء الله. سلامه.